عسلامتكم ومرحبا بكم في لمتنا الحلوة. هنرجعني لكم وجينيكم بوصفاتنا الطبيعية سبيسيال واهداء لعرايسنا المزيانات. والليلة حفلة وعروستنا المزيانة تتبختر بين ثنايا حنة وحرقوس يا محلاها، وعروستنا فرحانة ليلة البنات المزيانة، فرقة وصغاريت وحضارة ترقص وعيونها بالفرحة مليانة، حضارة جاية من كل مكان وصغاريت وضوام زينة حفلتنا. عروستنا الليلة نوارة بين الجنين وريحتها فاحت يا محلى طلتها، تزهيكم يا مزيانها، بوها فرحان بتصديرتها واصحابها ملمومين بها، وما تبخر عليها ملا سهرة وملا جو. العقبة ليكم يا صبية وربي يزين شمعتكم والفرحة تملأ دمعتكم. توا نخليكم مع وصفاتنا المزيانة وان شاء الله يعجبوكم باش عروستنا تطلع احلى عروسة. وان شاء الله توا نخليكم الروابط متاع القنوات في صندوق الوصف باش تزوروهم وتشوفوا كل وصفة. السلام البنات، مرحبا بكم. معكم سوزانا عمار من قناة سوزانا بيوتي تشانل. الفيديو متاعنا اليوم ان شاء الله باش يكون فيديو مشترك بيني وبين مجموعة من القنوات التونسية، باش نعملوا لكم ريتم كامل للعروسة خاص بعروستنا، من وجه للشعر للضوافر للساقين العينين وكل شيء. نتمنى انكم تشاهدوا جميع الفيديو ديزولي باش نخلوكم الروابط كلها في صندوق وصف كل فيديو ان شاء الله. وصفتي لليوم ان شاء الله باش تكون على التحويق اللي تعاني منها كل عروسه، بويسك قبل العرس بفتره تبدا ستريس وما ترقدش برشا، يعني ما تكونش مرتاحه في طبيعتها. فما عباد تشرب قهوه بطريقه كبيره اللي هي تخلي لها عينيها محوقه وتخليها تسهر برشا. فما عباد من الكونيكسيون وكل شيء يبقوا ليله كامله هكا بربش دونك العينين تدار على الاخر، سورتو يعني العينين ملوطه، التحويق وكل شيء يزيد اكثر واكثر. بالنسبه للجماعه اللي يتكيفوا، بالنسبه هذيك الكل عوامل تخلي العينين ملوطه تسويد بطريقه كبيره برشا. انا شفت في على الموضوع هذايا، قريت برشا، شفت برشا حاجات وكل شيء. حبيت نشوف لكم الوصفه الاقرب الموجوده في كل دار كما عودتكم في كل مره. هذاك علاش انا اليوم الوصفه نتاعي مانيش باش نستحق برشا حاجات، باش نستحق حاجتين اكا موجودين في كل دار بريسك. الحسيل ما تنسوش قبل ما نعطيكم الوصفه تعملوا لايك للفيديو، تعملوا اشتراك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وتعملوا متابعه للفيديوهات نتاعي من خلال الضغط على الجرس اللي بعد زر الاشتراك. وتوا نخليكم على الوصفه نتاعي ان شاء الله باش نستحقوا الكيس كيف ما هكا نعناع اخضر. انا انتي نعناع اخضر تعملوا كيس معبي. انا النعناع خاطر ماهوش متواجد عندي برشا اخضر، دونك نصبرو نخليه باش نحافظ عليه كيف ما هو حاسيلو. صحيح لونه مش كيف لكن نفس المنافع نتاعو ونفس الريحه نتاعو وكل شيء حاسيلو. اللي يحب على كيفيه التصبير وكل شيء ان شاء الله نعمل لكم فيديو اخر. المهم باش تاخذ كيس نقولوا 2 مغارف كبار نعناع بالطريقه هذيا، باش ناخذوا في وسط مهراس يكون خير، على خاطر المولينكس ما يعني تخليش يخرجك العصاره نتاعها الكل بيسكو هي كونتيتي صغيره. باش نستحق ما ورد، باش نستحق مغرفتين صغار ما ورد. والماء الورد بعد انا باش نشوف القوام نتاعو ونبدا نزيد بشوي تويكا باش نهرس المكون نتاعي، المكونات اللي انا حطيتهم هنا، وبعد نوريكم كيفاش بالضبط. تويكا يا البنات بعد ما هرست النعناع نتاعي بالموارد كما بقينا تشوفوا. انا النعناع نحبو يخرج العصاره نتاعو هذيك كلها تخرج، هذيك علاش نهرسو بالمهراس، ما نحبش نعملو في المونينكس.
باهي. تويكا ناخذ نغسل وجهي لازم بالباهي بالباهي باش نعطيكم شويه نصائح البنات، خاطرها زاده تساعد على انه الوجه والا التحويق من اللوطه يبدا غامق برشا. وزاده حاجات نعملوها احنا ما نغزروش على اساس انها مضره ولا حاجه، لكن هي راهي مضره وتعمل الترهلات تحت العين، تعمل التحويق، برشا حاجات الحصيلو. منها انك مثال تاخذ الكريم ولا اي حاجه تجي تعملها في عينك وتبدا هكا تجبد، تعمل هكا وتجبد. لا، اي حاجه تجي باش تعملها، كان كريم كان انتي ساغن كان اي حاجه تجي باش تعملها عن طريق الطبطبه بالطريقه هذه. باش تغسل وجهك تغسل عن طريق الطبطبه، زاده باش تمسح وجهك بالقطن عن طريق الطبطبه. ردوا بالكم تجبدوا بالطريقه هذه ولا بالطريقه هذه، بالطريقه هذه. المهم الجبدان لا، ننصحكم الجبدان لا، على خاطر راهو بالحق راهي اكثر حاجه تضر بالعينين ملوطه. حتى الوجه انت وقت تجبد نفس الحكايه. جوست شنو على خاطر العينين ملوطه الجلده نتاعها ارهف برشا. باهي تويكا البنات باش ناخذ الخليط نتاعي، باش ناخذ منه شويه بعد ما نغسل وجهي كما قلت لكم، باش نتمد ونحط الخليط هذايا تحت عيني بالطريقه اللي باقين تشوفوا فيها هذيا هكا، ونخليه كيف من هكاكا تحت العينين لمده من 15 الى 20 دقيقه، ونخليه هكاكا ما نمسوش. ما حبيتش تعمل هذا انت كيف تهرسوا بالمهريس، راهو الماء اللي باش تتحصل عليه هذايا راهو فيه الخصائص الكل اللي انا حاجتي بها، دونك تنجم تعمل الماء هذايا اكا هو وتخليه من 15 الى 20 دقيقه، تخليه كيف ما هو. هذه هي البنات وصفتنا لليوم. انا نشكر القنوات الاخرين اللي عملوا لكم لي فيديو الاخرين الكل على المجهودات اللي قدموها، وعلى خاطر لي ماسك اللي باقين نقدموا لكم فيها راهم ماهمش دي ماسك من فراغ، راهم ماهمش دي ماسك جايبينهم هكاكا باراشوتي، راهم دي ماسك مجربين ومتاكدين منهم 100%. هذاك علاش انا ننصحكم تتفرجوا على لي فيديو، ننصحكم تاخذوا باللي ماسك اللي باقين يهبطوا فيهم واللي نهبطوا فيهم في لي فيديو نتاعنا ان شاء الله. وطبيعي البنات ننصحكم كيما قلت لكم نفس الحكايه، جوست بقيت نعاود ديزولي. المهم توا كيما قلت لكم باش تلقوا روابط كلها في صندوق الوصف اللوطه. ان شاء الله ما نكونش طولت عليكم برشا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو نتاعي. ما تنسوش تدعموني باشتراككم في القناه وبالضغط على الجرس باش توصلكم كل حاجه جديده انا نهبطها. وتوا نبقى كان نقول لكم اشتركوا في بقيه القنوات. باي باي.